بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم شيش طاووق. طبعا أكلة سهلة والكل بيحبها، صغير وكبير. هنقول مقادير سهلة والمتوفرة في البيت ونعمل بيها. طبعا هنجيب فراخ مخلية، الوراك الصدور براحتكم، بس الوراك تبقى أطعم بصراحة. انا بحب اتبلها بالبصل، يعني مش اللي عايز يتبل بمية البصل يتبل، بس انا مش هرمي يعني اللي هو تفل البصل مش هرميه، يعني مفيش حاجة تترمي في الوقت ده. فهنحط عصير ليمونتين كبار على بصلاية يعني مش كبيرة، او على حسب الكمية اللي هتعمليها، وربع كوباية خل، ونضربها كويس جدا لما تنعم خالص كده. انا بحب لون البصل لما بيتشوي وبحب طعمه، انا بحبه في الاكل بصراحه. لو مثلا ولادك بيتضايقوا منه او انتي او اي حد من اللي هياكل الاكل، ممكن تصفيه وتستعملي ميه البصل، تحطي عليه شويه ملح وتستني شويه ينزل ميته، وتصفيه بمصفى عادي كويس، وتاخدي الميه بتاعته وتعملي نفس الخطوات. تحطي عليها التوابل، توم باودر وبصل باودر، آه عندك ودي كزبره ناشفه، وهنحط قرفه، وهنحط بابريكا، دي بابريكا. وهكتب التوابل دي كلها برضو عشان ما تتلخبطيش في صندوق الوصف. عايزه تبدلي اي توابل مش مشكله، اعملي اللي موجود في بيتك، بس اعمليها وكله هيطلع حلو باذن الله. حطينا توم باودر وبصل باودر، حطينا بابريكا، حطينا كزبره ناشفه، حطينا فلفل اسود وقرفه عندي وملح. عندك زعتر، هيبقى جميل جدا مع الشيش طاووق، بس ما كانش عندي. عندك دبس رمان هتحطي، انا ما كانش عندي دبس رمان، حطيت معلقتين عسل اسود. اللي عندك اتصرفي بيه، ما عندكيش ده وما عندكيش ده برضو مفيش مشكلة، اعمليه وهيطلع حلو باذن الله. وكان عندي كيس مايونيز حطيته يطري اللحمة. وما عندكيش برضو مفيش مشكلة، الثوم الليمون والخل هيطروها. وعندي دي اكياس كاتشب، هتقولوا لي حاطه من الاكياس ليه؟ لان انا ولادي لو جبت الازايز بتتشرب يعني في نفس اليوم، فالاكياس بعرف اتحكم فيها اكتر يعني بطلعها بس للحاجات الضروريات اللي محتاجه الكاتشب، يعني فيها طبعا مواد حافظه. بس ونقلبها كويس بقى. وبعدين احنا الفراخ غسلينها كويس ونقعينها وصفيناها، ونحط ربع كوبايه زيت. التتبيله دي يفضل انها تتجهز قبليها بالليل، او قبليها بساعتين 3. كل ما الحاجه تقعد اكتر في التتبيله بيبقى طعمها مختلف جدا جدا جدا، سواء اي طيور، لحمه، اي حاجه تتبليها وحطيها بالليل في كيس او في علبه وتقفليها كويس. انا كنت هنا بدوق الملح وبظبطه، وحطيها في التلاجة هتفرق جدا. وفي العزايم برضو ما عندك عزومه، ربنا كده يكتر الخير في بيتكم كله، تبلي بالليل الطيور وحطيها في كيس او في شنطه واقفليها كويس بالتتبيله، وحطيها بيتها في التلاجة، هيفرق في طعم جدا. هنحطه بقى، انا الخطوه دي كنت بعملها بالليل. وممكن يعني لو هتعملوا كده تجهيزات لرمضان، ربنا كده يا رب، اللهم بلغنا رمضان، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رجب، وربنا يبلغنا شعبان ورمضان يا رب كده، ويكتب لنا فيه الصحه والعافيه كده ويعيننا فيه. ممكن تعملوها كده بالخطوة دي، وتحطوها في كيس تلاجة، وتحطوها في الفريزر، تبقى برضو جاهزة متبلة، تطلعوها مثلا الصبح تفك ولا حاجة، ان شاء الله في رمضان على خير. ويبقى الخضار بس، وتشيشوا قبل الفطار بتلت ساعة نص ساعة تبتدي تجهزيها. في مقطع هنا تقريبا زاد في الفيديو اللي هو اللي فات ده، معلش اعذروني. حطيتها بقى في التلاجة، ده تاني يوم بقى قبل الغدا على طول. هعملها هشيشها، ده يعني عواد شيش طاووق اللي هي الرفيعة، في اللي هي التخينة دي، اللي سميكة الكبيرة شوية دي لو انت هتشويها على شواية فحم. انا جبت اللي هي الرفيعة لانها هعملها في الفرن، وحطيتها في مية شوية عشان خاطر ما تتحرقش. وهنحط بقى عندي فلفل الوان، فلفل اخضر، انا بحب البصل، وحطيت طماطم. اللي ما بيحبش اي حاجه من دول يشيلها. انت ممكن تعملي الفراخ بس كده تشيشيها كمان وتشويها من غير خضار خالص يعني. بس طبعا الخضار بيزود
القيمة الغذائية ليها، وبيدي طعم حلو. يعني السكر اللي في البصل وفي الخضار كله بينزل بيخلي الحاجة طعمة. فهتحطي بقى مثلا واحدة بصلاية، واحدة فلفلاية الوان، واحدة طماطماية. لو تلاحظوا انا حطيت هنا قطعتين فراخ. بعد ما عملت 2 كده زي ما بوريكم، 2 عود يعني عودين شيش، حسيت ان الفراخ قليلة في العود الواحد يعني، فنقصت الخضار شوية وحطيت 3 قطع. هتشوفوه في الاخر لما اعمل الكمية كلها. يعني انا هنا اهو شيشت، وبعدين حطيت واحدة، وبعدين هحط خضار تاني، وهحط واحدة تانية، وبعدين احط خضار. لا انا بقى بقيت احط خضار واحط واحدة، وبعدين خضار وواحدة وخضار وواحدة وخضار. يعني احط 3 قطع فراخ في الشيش. طبعا هيديكي كمية كبيرة بقى على حسب بقى ايه عدد افراد الاسرة. يعني احنا طبعا هنقول ان احنا طبعا مش هنمنع الحاجة غليت تمام وكل حاجة، بس مش هنمنعها، بس ممكن نقلل الكمية. يعني مثلا في ظروف مثلا الفرد في الاسرة ياخد 2 عود، لا لو الدنيا غلا وكده ممكن يبقى واحد بس، يبقى ما حرمناهمش، يبقى واحد. يعني ايه ياخد عود شيش واحد. فاهميني اكيد؟ يعني ان احنا نقلل الكمية، ندخل بقى في النص وجبات اقتصادية، مع ان ما بقاش في حاجة اسمها اقتصادية يعني، بس اهو يعني على قد ما بنقدر نحاول ان احنا الدنيا تمشي، وان شاء الله ربنا يعين الجميع يا رب. انا بقى بقيت التتبيلة انا رصيتها اهو، جبت صاج حطيت عليه ورق ألمونيوم او صينية او اي حاجة عندك او طاسة اي حاجة. ده صاج فرن عادي. حطيت عليه ورق ألمونيوم عشان ما يتوسخش يعني. وبعدين حطيت عليه الكمية كلها، وبقيت التتبيلة مشيت عليهم بالفرشة عشان الخضار يتبل. تتبيلة البصل والتوابل اللي احنا حطيناها، ودخلته في الرف الاوسط تحت الشواية. يعني سويته فتحت الشواية، وحطيت الرف بتاع الفرن في النص، وحطيت عليه الشيش طاووق، يعني انا بسويه في الشواية، وخد وش من فوق، وبعدين قلبته، بقيت اقلب فيه، وبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك. عملت معاه شوية رز اصفر يعني زي العسل، واهو الشيش زي ما انتم شايفين اللهم بارك. كانت ريحته وكان طعمه يعني تحفة والله، اللهم بارك يعني. فاعملوا الحاجة لولادكم في البيت انضف، هتتحكموا في الكمية اللي هتديها لهم، واكيد هتبقى اوفر ما يشتروها من بره. يعني وسهلة، بيتهيألي الطريقة سهلة. وحاجة من التتبيلة انتوا مش موجودة عندكم شيلوها، مفيش مشكلة. عايزين تضيفوا بديل ليها انتوا بتحبوه برضو حطوا. دي حاجة في ايديكي، حاجة في ايديكي انتي، مش هتفرق ان انتي تبطلي الوصفة. اعملي الوصفة بالمتاح عندك. هدف قناتي ان انا نحط بدايل ونعمل الحاجة من غير ما نستغنى عنها. والسلام عليكم.